انتوا طبعا عارفين ان البحر دايما بيجيب الخير معاه، وخصوصا لما تكون أكلة سمك معتبرة وأكلة سمك حلوة وطازة من قلب بحر اسكندرية المارية. ويعتبر المكان اللي احنا بنصور منه الفيديو ده واحد من أجمل الفيوهات لمطاعم السمك في اسكندرية، والمكان ده أشهر من نار على علم في اسكندرية من زمان جدا، وكان ليه مطعم زمان قوي لسه موجود دلوقتي، وعلى فكرة هصوره قريب كان موجود في الماكس. ويا سلام بقى لما يبقى مش بس فيو كده جميل للبحر، لا ده انت تلاقي الجمبري نازل لك سخن على الترابيزة قدامك، والهوا ضارب بقى في الجمبري كده ويطلع ريحة تقلب المكان. ولا يا سلام بقى لما يكون سمك موسى مبطرخ، أظن مفيش أجمل من كده. وأظن كمان ابتديتوا تعرفوا احنا بنتكلم على أنهي مطعم. احنا بنتكلم على مطعم سيجل اللي موجود في لاتينو هاب في جليم باي. طبعا مطعم واسم غني عن التعريف، وأشهر من نار على علم، واسم من زمان جدا في عالم السمك عموما في البحر المتوسط، سواء الفرع اللي في الماكس أو فرع مارينا الساحل الشمالي أو حتى الفرع ده. ومن أول ما بتدخل بقى على اليمين بتلاقي التيبل اللي بيبقى معروض عليه كل أنواع السمك أو شادر السمك زي ما بيقولوا، سمك بقى موسى وقار وبربوني وفليه وقشر بياض وبطارخ وريتسا وجمبري بأحجامه وكابوريا وصبيط وكل الأنواع موجودة. يعني مش قادرة اقول لكم في فرايتي لذيذة قوي وكويسة. بعد كده بتلاقوا بقى اللي هي دي الصالة الرئيسية. طبعا المطعم بانوراميك فيو من كل اتجاه بيشوف البحر، والديكوريشن فيه حلو جدا والمعمول على احدث طراز بصراحة. وكمان بيشوف جليم باي اللي هو المكان الشهير برضو اللي فيه المطاعم والكافيهات، وكنت عملت عنه فيديو قبل كده في القناة لو حابين ترجعوا له تتفرجوا عليه وتاخدوا الجولة وتعرفوا تفاصيل عنه اكتر. والصالة الرئيسية اللي احنا كنا فيها دي كانت تعتبر اندور. احنا بقى طلعنا الصالة اللي هي التانية اللي هي اوت دور دي بقى علشان خاطر نبقى نحس بقى بالبحر كده، نحس ان احنا جواه زي ما انتم شايفين كده. طبعا باين منه كل المنطقة بتاعة جليم باي والغايب برضو سان ستيفانو. وبصراحة يعني كل حاجة مهتمين جدا جدا بالتفاصيل هناك، والمكان نظيف جدا، وفي برضو درجة عالية اهو شايفين الناس برضو قاعدين عليها، دي اعلى شوية من اللي احنا كنا قاعدين فيها. وبرضو حواليكوا بقى مطاعم وكافيهات كتيرة جدا بقى في المنطقة دي كلها. منطقة جليم دي معروفة كلها بالمطاعم والكافيهات. وطبعا زي ما انتم شايفين الناس بقى واقفين يصطادوا والمراكب. يعني بصراحة فيو ولا اروع، وتحسوا بقى باسكندرية كده الجميلة على قديمه زي ما بيقولوا. ويعني شامين بقى وانتوا قاعدين كده ريحة البحر كده الجميلة والهوا وكل الجمال ده. ولما خصوصا بقى الاكل بتاع المطعم ينزل، يعني حاجة ولا اروع بصراحة، بيوديك في عالم تاني ومود تاني مختلف خالص. بعد كده طبعا عملنا سكان للكيو ار كود، وابتدينا بقى نطلب كده رز سي فود. وطلبنا برضو سلطات كده جميلة، والعيش بصراحة نزل كان حلو قوي. وطلبنا برضو شوربة كده كريمي سي فود، بصراحة يعني أديلها 8.5 من 10. وطبعا برضو احنا بنحب البتنجان المقلي جدا، ما تفهموش ليه، بس هو جميل بصراحة احنا بنعشقه، فكان 10/10. وبرضو سلطة الرنجة دي برضو كانت جميلة جدا جدا، كانت تحفة، نزلنا عليها خلصناها اديها 20/10، كانت جميلة قوي. والرز برضو كان مميز جدا، ولو ان يعني كان الكمية بتاعته قليلة شوية. السمكة الموسى اللي نزلت بصراحة كانت مبطرخة وكانت جميلة جدا، هوريها لكم كمان شوية. والسمك البربوني يعني الى حد ما كان وسط، والسمك الفيليه برضو كان جميل جدا. الصبيط ما عجبناش اطلاقا خالص خالص، كان بيشد وما كانش مستوي كويس.
كويس. الجمبري كان لذيذ برضو، وكان التتبيلة بتاعته كويسة. السمك الموسى اديله 7/10، ولو ان كان فيه بطارخ لكن برضو التتبيلة بتاعته ما كانتش افضل شيء. طبعا وانتوا قاعدين في المكان بتبقوا شايفين برضو القعدة اللي هي بتاعت لاتينو بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وطبعا زي ما احنا اتفقنا بتبقوا شايفين منظر بانورامي واسع جدا للبحر من كل اتجاه. بعد كده نزل لنا يعني كومبليمون كده ليمون نعناع فريش، كان جميل جدا بصراحة وعجبنا قوي 10/10. فالخلاصة اللي انا عايزة اقولها في الاخر، طبعا اولا السعر كان غالي جدا، يعني في مطاعم بصراحة احسن من كده في الطعم وارخص من كده شوية، لكن بصراحة الفيو مميز جدا والمطعم نظيف قوي والمعاملة كويسة قوي والاستاف محترم جدا. وزي ما قلت لكم يعني في حاجات كانت حلوة قوي في الطعم وفي حاجات كانت نص نص على السعر ده وعلى برضو اسم سيجل. والكميات برضو كانت قليلة نسبيا شوية، يعني الميزان برضو ما عجبنيش. فكل مكان وليه عيب وليه ميزة، فاحنا في القناة بنعرض كل شيء. ونتمنى طبعا ان اسم سيجل يعني لو في مثلا عيوب معينة يحاولوا ان هم يظبطوها شوية اكتر من كده، لكن ككل كانت تجربة برضو لذيذة وكويسة، ومن اجمل الفيوهات اللي احنا برضو قعدنا عليها ناكل سمك في اسكندرية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، وتعملوا لايك للفيديو بليز، لان ده بيساعد على انتشار الفيديو لناس اكتر وبيحفزني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس حابين نعمل جولات فين تاني. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم فيديو جديد، ما تنسوش اللايك. باي باي.